السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا لنشر المزيد بحول الله. وثيقة تاريخية تؤكد مغربية تندوف قبل حصول الجزائر على استقلالها. انتشرت وثيقة تاريخية مهمة صدرت سنة 1951، وهي عبارة عن مراسلة من مندوب محطة الأرصاد الجوية في تندوف إلى مديرة رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في المغرب، يخبره عن مرور عاصفة رملية. هذا وتداول نشطاء منصات مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة المذكورة، والتي تؤكد أن تندوف كانت ضمن الأراضي المغربية، وذلك قبل أن تحصل الجزائر على استقلالها من الاستعمار الفرنسي ب11 سنة. وتعتبر الوثيقة والمؤرخة في 5 أبريل 1951 مراسلة من مندوب محطة الأرصاد الجوية في تندوف. وثيقة إلى رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في المغرب، يخبره عن مرور عاصفة رملية بالمنطقة المغربية. كما تخبر الوثيقة بمرور رياح قوية مفاجئة على بعد 7 كم قادمة من شمال شرق البلاد على جبهة يبلغ ارتفاعها ما بين 1500 و2000 متر، مع هبوب الريح في مناطق واسعة وبسرعة كبيرة. وتؤكد نفس الوثيقة على أن الظاهرة الشرقية كانت مدفوعة برياح قوية جدا قادمة من شمال شرق البلاد، وعادت الرؤية إلى الواجهة حوالي الساعة 8 مساء، لكن الظاهرة لم تتوقف فعليا حتى الساعة 9:30 مساء. وتشير نفس الوثيقة أن سرعة متوسط الرياح خلال الجدار الرملي بلغت 30 عقدة، وتجاوزت سرعة الرياح 40 عقدة. معتمدة على مقياس ريتشارد بارومتر 179.881 نون، وميزان الحرارة ريتشارد 158.650 نون، ومقياس الرطوبة ريتشارد 104.678 نون، من توقيع مندوب محطة الأرصاد الجوية في تندوف. ديرفيو.